في رقم كبير جدا قلق ناس كتير، 850 ألف مواطن اتشالوا من منظومة الدعم خلال شهر يونيو. والسؤال اللي بيطارد كل بيت دلوقتي: هل ممكن البطاقة تقف فجأة؟ وإيه السبب؟ التأمين بتراجع البيانات وبتنقي بطاقات الدعم بشكل دوري، والهدف هنا إن الدعم يوصل للناس اللي بتستحقه فعلا. لكن اللي توقف له الدعم أو توقفت بطاقته عنده فرصة يثبت حقه ويرجع تاني. طيب هو الأول مين اللي اتشال من التموين؟ الاستبعاد بيكون حسب مؤشرات القدرة الاقتصادية، زي إنك تمتلك عربية قيمتها أكتر من مليون جنيه، أو يكون عندك حيازة زراعية فوق ال10 فدادين، أو تكون بتمتلك شركات رأس مالها بيقترب من 2 مليون جنيه، أو عندك أبناء في مدارس دولية أو خاصة برسوم معينة. وده بجانب مؤشرات الدخل والإنفاق والملكية. بس لو اتحذفت غلط واتظلمت هتعمل إيه؟ باب التظلمات مفتوح من خلال مكاتب التموين، وكمان اللي بطاقته اتوقفت يقدر يحدث بياناته على منصة مصر الرقمية ويستكمل بيانات الدخل والملكية والحيازة، وبعدها يتم فحص طلبه. ولو ثبت انك مستحق للدعم، البطاقة بترجع تشتغل تاني من الشهر اللي بعده مباشرة. الخلاصة: الحذف مش نهاية الطريق، لكن اللي هيتأخر في التظلم ممكن يسيب حقه يضيع بإيده.